السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. مكافحة الملاريا في الإقليم الأوسط. دعوة لرفع المشاركة في التعليم في نقفة. تفجير انتحاري إرهابي في مقدوشو يخلف 9 قتلى. إعلان شراكة عسكرية جديدة بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا. مصرع 9 أشخاص بسبب ارتفاع أمواج البحر والفيضانات في فرنسا. أهلا بكم. إعلان وزارة الصحة: أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجرت اليوم في مركزي العزل بإقليمي الجنوب والغاشبركة إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا، وظهرت 3 من الإصابات في عدخالة بالإقليم الجنوبي، وإصابة واحدة في أديبرا بإقليم الغاشبركة. في غضون ذلك شفي مواطن واحد كان يتلقى الرعاية الصحية في الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6667، شفي منهم 6617، وتوفي 40 مريضا، فيما لا يزال 10 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 16 من سبتمبر لعام 2021. أفاد مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط تحقيق نتائج مرضية في عملية مكافحة الملاريا في الإقليم. وأوضح مسؤول وحدة السيطرة على مرض الملاريا في المكتب السيد كبرابتس فميكيل أن الإصابة التي كانت حوالي 0.4% عام 2018 هبطت إلى 0.3% عام 2020، ولا توجد إصابة بالملاريا هذه السنة. ودعا للدفع بأنشطة النظافة في مناطق تواجد الملاريا واستخدام الناموسيات، مشيرا إلى أن الأولوية تمنح للحوامل عامة ومناطق استيطان الملاريا مثل درفو طماعو وقلعو وغيرها. وقد وزعت أكثر من 20,000 ناموسية في الإقليم الأوسط لعام 2020. تجدر الإشارة إلى أن إريتريا من الدول الأولى على المستوى العالمي لمكافحة الملاريا، وتخطو جيدا لتحقيق الخطة الموضوعة على مستوى أفريقيا لخفض الإصابة بالوفيات بالملاريا إلى نسبة 0 حتى عام 2030. دعا الاجتماع التقييمي للسنة الدراسية 2019-2020 الذي عقد يوم 8 من سبتمبر في مديرية نقفة بتضافر الجهود لرفع المشاركة المتدنية في التعليم مقارنة بالمؤسسات التعليمية. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عبد الله صالح في التقرير الذي قدمه في الاجتماع الذي شارك فيه المدراء والمشرفون التربويون ومدراء الضواحي والاتحادات الوطنية إن عدم تقوية العلاقة بين أولياء الأمور والمعلم والطالب بالمستوى المأمول أثر سلبا على مشاركة الطالب في التعليم. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إن العمل جاري بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع لسد نواقص التعليم، موصيا لاتخاذ خطوات جادة لتقوية العلاقة بين أولياء الأمور والطلاب والمعلمين. ودعا مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية نقفة السيد تسفى إيوب لبذل الجهود المشترك للتعرف على أسباب مقاطعة التعليم وإيجاد الحلول لها. وأوصى الاجتماع لإكمال بناء المدارس التي بدأ العمل فيها ولم ينتهي وتنظيم التدريب المستمر لرفع قدرات المعلم. قال مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية دبارو السيد تسفاي قبرو أن نمو الأشجار المغروسة بمبادرات قرى غزة لامزا ودبارو وعدلوغو وعدواطوت في وادي مرب تعكس المشاركة الفاعلة للمجتمع. وأوضح أن برامج التشجير تنفذ بتخصيص مكان معين لكن تحت إشراف لجان القرى، داعيا القرى الأخرى التي لها مصادر مياه جيدة
لاتخاذ خطوات مماثلة. وذكر مسؤول مكتب وزارة الزراعة بالإنابة السيد جرمايتس فاميكيل شتل أكثر من 60 ألف شجرة بالمشجرين الأفراد في المنطقة الممتدة من عند بولينيا وحتى عد واطوط على ضفاف وادي مربى. ويفيد مكتب وزارة الزراعة زراعة أكثر من 146 ألف شجرة هذه السنة في مديرية دباروبا بالمشجرين الأفراد والحملة الطلابية الصيفية. قيمت إدارة مديرية قلعلو تنفيذ جيد لبرامج التنمية بالمشاركة الشعبية الفاعلة. وقدم في الاجتماع الذي عقد في 5 من سبتمبر تقريرا عن سير البرامج الموضوعة للنصف الأول من العام 2021. وذكر سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزنا أدوناي أن برامج التنمية تنفذ باهتمام ووعي عالي، معربا عن ثقته للحفاظ على الخبرة المكتسبة والدفع بها قدما. وأوصى الاجتماع للتعرف على مصاعب الخدمات الاجتماعية وحلها والاهتمام بمشكلة المواصلات وتنظيم السيمينارات الموجهة للشباب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. لقى 9 أشخاص معظمهم من قوات الأمن الصومالية حتفهم في هجوم يعتقد أنه انتحاري استهدف نقطة تفتيش في مقديشو حسب ما أفادت به الشرطة وشهود. وقال محمد علي وهو عنصر من الشرطة الصومالية أن نقطة التفتيش كانت مكانا اعتادت فيه قوات الأمن التجمع فيه. وأضاف أن التحقيق ما زال جاريا، لكن وفقا للمؤشرات الحالية فإن انتحاريا تسبب في الانفجار. وأوضح أن 6 من عناصر الأمن و3 مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون. وأعلنت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم. أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا شراكة أمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تحمل اسم أوكاس. ومن جانبها انتقدت الصين ما أسمته عقلية الحرب الباردة، وطالبت الدول الثلاث بالابتعاد عن التحيز الأيديولوجي. وبموجب أوكاس تقوم الولايات المتحدة بتزويد أستراليا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية. وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية أن هذه الشراكة تأتي في ظل تنامي النفوذ الصيني بالمنطقة. وقد أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مبادرة أوكاس الدفاعية مع بريطانيا وأستراليا ستمكن هذه الدول من الحصول على أحدث القدرات للمناورة وسط التهديدات السريعة التطور، كما ستمكن الدول الثلاث من الحفاظ على قدراتها العسكرية وتوسيعها. من جهته قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون أن بلاده فسخت عقدا ضخما أبرمته مع فرنسا عام 2016 لشراء غواصات تقليدية، لأنها تفضل أن تبني بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا غواصات تعمل بالدفع النووي. ذكرت قناة أخبارية فرنسية أن الظهور المفاجئ لأمواج عاتية على ساحل البحر المتوسط في 3 مقاطعات جنوب فرنسا أدى إلى مقتل 9 أشخاص. وأضافت القناة الفرنسية أن السلطات المحلية حذرت من الخطر الذي قد انشأ في البحر. وبحسب القناة التلفزيونية فإن جميع الضحايا كانوا من السياح الذين كانوا تجاهلوا التوصيات وذهبوا للسباحة في الطقس الحار. كما فاجأت أمطار غزيرة سكان عدة مدن في مقاطعة أوغار جنوب فرنسا، وحولت الشوارع إلى ما يشبه الأنهار، وغمرت المياه أيضا أحياء مدينة نيم، وحاصرت السكان في عدة مناطق لتنقطع بهم السبل. وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في 3 ساعات فقط تعادل هطول أمطار لمدة 2.5 شهور. وزار وزير الداخلية الفرنسي المنطقة لإعلان حالة الطوارئ الخاصة بالكوارث الطبيعية، فيما وضع معهد الأرصاد الجوية الوطني 8 مقاطعات في حالة
التأهب لمواجهة مخاطر محتملة. أعلن شركة سبيس إكس أنها أطلقت أول رحلة إلى الفضاء على متنها طاقم مدني بالكامل، وهي أول محاولة للدوران حول الأرض بدون طاقم محترف من رواد الفضاء. وبهذه الرحلة تدخل شركة سبيس إكس التاريخ بعدما أطلقت أول رحلة للفضاء بطاقم كامل من المواطنين المدنيين، ويشارك في الرحلة 3 من المواطنين الأقل ثراء على متن سفينة تابعة لشركة سبيس إكس، على أمل أن تصبح أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل. ومن المتوقع أن تستمر الرحلة التي لا يشارك فيها رواد فضاء محترفون مع زبائن سبيس إكس الذين يدفعون مقابلا ماديا للقيام بالرحلات حوالي 3 أيام من الإقلاع إلى لحظة العودة في المحيط الأطلسي. تذكير بأهم عناوين الأخبار. إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. مكافحة الملاريا في الإقليم الأوسط. دعوة لرفع المشاركة في التعليم في نقفة. تفجير انتحاري إرهابي في مقديشو يخلف 9 قتلى. إعلان شراكة عسكرية جديدة بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا. مصرع 9 أشخاص بسبب ارتفاع أمواج البحر والفيضانات في فرنسا. انتهت النشرة، وفي أمان الله.